ازاي تحقق روقان الفلاسفة؟ هو في حاجة اسمها روقان الفلاسفة أساسا؟ طب هل الفلاسفة كانوا رايقين؟ خلينا أبدأ بقصة تخيلية كده من تأليفي. لو أنا والتمانية سبسكرايبرز محظوظين بيا طبعا، وأنت أيها المشاهد ركاب لسفينة، وبنصحى كلنا في وقت بيكون هو الوقت اللي السفينة فيه بترسى على مرسى ما. بيكون في المرسى ده سفن كتير قوي فيها ناس زينا، وبعد ما بنسمع صوت بوق السفينة بنخرج كلنا من المرسى، ناكل، نشرب، نتعرف، نتواصل. شوية شوية نسينا السفن بتاعتنا، شوية شوية اتلهينا مع نفسنا على الآخر، كل انتباهنا راح بعيد عن السفينة، لحد ما فجأة بنسمع أبواق السفن كلها وهي بتنادينا عشان نرجع تاني. وطبعا زعلنا لأننا هنفارق ونتفارق، وكأن لقانا مش فارق، بس أكيد سيبنا فينا ذكريات حلوة وآثار جميلة. وبرغم كل ده فانتباهنا ما كانش المفروض يروح للأكل وللشرب أو للتواصل وتكوين معارف عابرة مهما بانت دايمة، قد ما كان لازم انتباهنا يبقى على السفينة طول الوقت، مستنيين صوت بوقها ونداء قبطانها، مستعدين تماما للمغادرة، وفي ثانية نرمي كل اللي في ايدينا وكل اللي جمعناه ونودع كل اللي عرفناهم في الحياة. القصة هنا فيها تشبيهات كتير وإسقاطات على حاجات أكتر. أنا هتكلم عن تشبيه واحد منهم، بس قبل ما أقول التشبيه ده، السفينة عموما ما اتعملتش عشان تفضل طول الوقت في المرسى، نفس الكلام. احنا ما اتخلقناش عشان ناكل ونشرب ونتعرف بس. زي ما السفينة لازم تبحر وتصارع الأمواج وتتخرم ويتكسر فيها حاجات وتتصلح تاني عشان تتخرم تاني وتبحر برضو تاني، ولو حان وقت غرقها، أكيد مش معلوم يعني الوقت ده هيبقى إمتى، هتغرق في سكون وهدوء. مش هنلاقي السفن التانية بطلت إبحار ولا وقفت إبحار عشان خاطرها. بداية كده انت او انت او كتير من الناس بيفتكروا ان سبب مشكلتهم في الحياة هو أحداث وحشة حصلت لهم، قرارات غلط خدوها، مواقف صعبة مروا بيها، لكن مش ده السبب فعلا. ومن هنا نتذكر يعني الجملة اللي دايما بتوع التنمية البشرية يقولوها، وهي بص نص الكوباية مليان. بفتكر برضو الفلاسفة الرواقيين واللي كانوا شايفين ان اللي بيضايقنا مش الأحداث نفسها، قد ما اللي بيضايقنا هو أحكامنا على الأحداث وتقييماتنا للمواقف. طبعا الرواقية هي مدرسة فلسفية معروفة جدا، ولكن بالنسبة لي هي مش مقصود بيها انك تبقى سعيد طول الوقت او مبسوط طول الوقت وتختفي كل مشاكل حياتك وتعيش حياة يوتوبيوية بامتياز ما فيهاش اي ألم ولا ضغوط. قد ما المقصود بيها هي انك تفضل على الاقل ثابت ومركز مهما الدنيا اتغيرت حواليك، وانك ما تبقاش لعبه في ايد اي مفاجاه او ظرف او مشكله او كارثه. الثبات هنا مش معنى تخاذل وركون وعدم سعي، وانما معناه انك تكون ثابت على اهدافك، ما تتشتتش، ثابت على طريقك وما تحدش. مثلا الموت في حد ذاته هو مش مشكله ولا بيأذينا، لان وقت حدوثه احنا مش هنحس بيه ولا هنكون موجودين، لكن اللي بيأذينا هو حكمنا عليه وتقييمنا ليه، واللي نابع من غريزه البقاء اللي يعني هفندها في فيديو جاي. ومثلا برضه لما شخص يضايقك، طبعا درجات الإهانة متفاوتة، قد تكون في إهانات صعب إنك تنساها، لكن نسيان الإهانة حاجة وردها حاجة. رد الإهانة ده حقك، لكن أنا بتكلم في نسيان الإهانة. الشخص ده مش بالضرورة يعني هو اللي ضايقك، لكن اللي ضايقك تقييمك إنك اتهنت. مش بقول لك خلي خدك مداس، اكيد صعب، لكن انا بتكلم فكره نسيان الاهانه نفسها. انت خلاص رديت الاهانه، وبالتالي حكمي ان انا اتضايقت ده اللي ضايقني، لكن تصرف الشخص في حد ذاته المفروض ما يضايقنيش، وكذلك هرد الاهانه وخلاص. فالانفعالات في النهايه، الانفعالات هي استجابات افعالنا، فالانفعالات في النهايه هي تقييمات واحكام احنا قبلناها اكدنا عليها باختياراتنا. ومن هنا بنوصل لاهم قاعده تقريبا في الروقان الفلسفي، الا وهي ما في قدرتنا وما ليس في قدرتنا. مش كل حاجه في قدرتنا ولا كل حاجه بره قدرتنا. افكارنا ورغباتنا وانفورنا وانجذابنا وكل ما هو من عملنا وصنعنا دي الحاجات اللي في قدرتنا. اما الناس ورايهم فينا او ارائهم في الاشياء والاحداث اللي بتحصل حوالينا، الشهره، الفلوس، الشغل، كل دي حاجات خارج قدرتنا بدرجات مختلفه. وعشان كده الرواقيين كانوا بيقولوا ان الانسان حر فيما يخصه وليس حر فيما لا يخصه. وهنا يظهر عندنا مصطلحين مهمين قوي، هم الرغبه والنفوذ. فالرغبة هي إنك تسعى لحاجة أنت عايزها وبشرط أن تكون في داخل قدرتك. طب النفور هو محاولتك لتجنب شيء، لتجنب حاجة أنت مش عايزها، ويجب أن يكون برضو داخل قدرتك. لكن المشكلة إن أغلب الناس وبدون وعي أو إدراك بتضع رغباتها
نفورتها، غريبة أوي نفورتها دي، ونفورتها في المكان الغلط. فمثلا ممكن الشخص يربط سعادته كلها بوجود شخص معين في حياته، أو بجسمه، أو بشكله، أو بشغله، أو بحاجة معينة بيمتلكها. ومن هنا تتضح جدا إن دي أشياء هي في خارج قدرته، هو مش سبب في وجودها، هو مجرد بس تصادفت الظروف إن الحاجات دي بقت معاه. محدش بيختار شكله، مش مضمون إن الناس معينة تفضل في حياتك على طول. فالرغبة هنا راحت لأشياء خارج القدرة، فإنك ترغب في إن كل الناس تحبك، وإن مديرك في الشغل يعاملك أحسن معاملة، ويقابلك كل يوم الصبح بدونتس فلوس في ظرف مثلا، وإن فجأة تورث مليار دولار من حيث لا تدري، تشابه اسماء بقى مع شخص ما تعرفوش. دي كلها رغبات في اشياء خارج قدرتك. مهما طال الوقت او قصر هيجي عليك الوقت والحاجات دي كلها هتتسلب منك، ساعتها هيبدا الاحباط واللوم والغضب. لكن السبب الحقيقي هي انها ما كانتش بتاعتك من الاساس عشان تروح منك. بفهمنا لقاعده الروقان الفلسفي دي هنيجي لتطبيقها وفي مجموعه من الخطوات اللي قد تبان سهله او قد تبان بسيطه لكنها غير كده خالص. هنشوف ازاي نطبق الروقان الفلسفي. الخطوه الاولى، اقتنع بكفايه ذاتك وسيادتك على نفسك. يعني انت كفايه، وعندك ما يكفيك، وعندك كل اللي انت محتاجه عشان تحقق اي هدف. وقبل ما تتهمني بالتنميه البشريه اللي هي مش حاجه وحشه، لا بالعكس، الكفايه هنا معناها انك عندك ما يكفي من الامكانيات الذهنيه اللي ممكن تخدمك في استغلال امكانيات ماديه انت قد تكون مش دريان بوجودها، سواء الماديه او الذهنيه. يعني قد يكون عندك مواهب ومهارات انت ما استغلتهاش، تايهه المواهب دي في اللاوعي كده او في ركن من اركان الدماغ. طب دي الكفايه. اما السياده، فالسياده هنا معناها انك تكون من الاخر كده حاكم نفسك، يعني انك تبقى عارف انت بتعمل ده ليه وهيعود عليك بايه. فمش منطقي انك تعيش حياتك كلها تتمنى شهرة، تتمنى فلوس، تتمنى انك تبقى رجل اعمال، تتمنى انك تبقى ايلون ماسك، تتمنى ان يبقى عندك اسهم في البورصه بتطلع بس ما تنزلش، تتمنى يبقى عندك لوكال براند انجح ما يكون، تتمنى الشهره والفلوس والنجاح. كل دي امور مش مضمونه، عامله زي الميه. هل تقدر تمسك الميه؟ هنا استحضر قول ايبيكتيتوس لما قال ان يلوم المرء نفسه، ذلك من شيمه الجاهل. اما بدايه العلم فان تلوم نفسك، واما تمام العلم فالا تلوم نفسك ولا غيرك. الخطوه الثانيه هو درب نفسك على عكس طبيعتك. أنا أقصد هنا المثل أو المبدأ الشهير اللي بيقول إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. وبعيدا عن الجملة دي لا يمكن تطبيقها في كتير من المواقف، أو إن في مواقف معينة ما نقدرش نطبقها فيها واللي ممكن يتفند في حلقات تانية، إلا إن كتير من الفيروسات بيتعمل لقاحاتها منها، ساعات بيستخدموا السموم في صناعة أدوية معينة، فهي يمكن تطبيقها طبعا لكن مش في كل الظروف أو الأحيان. فلو أنت شخص بيخاف من كل حاجة فالحل إنك ترمي نفسك في كل حاجة. لو انت شخص سريع الحكم على الناس، حل انك تراقب كلامك وتمنعه قبل ما يطلع منك. الخطوه الثالثه وهي انك تتكلم مع نفسك، اي مراقبه الافكار، اي الوعي الذاتي. وهنا يعني ممكن نلاقي مشكله، وهي مين نفسك اولا. طيب هل نفسك هي نفسك فعلا ولا لا؟ او هل الصوت او الاصوات اللي موجوده جوانا بتاعتنا، ولا انفصامات، ولا نسخ عن ناس قابلناهم اصبحوا ذكريات وصدمات وبقوا جوانا اصوات ممكن تبقى نافعه أو تمثل لنا مصدر إحباط. لكن نقدر نقول إن الأصوات دي هي عبارة عن راديو شغال بأفكار وتجارب قديمة، دورك تتناقش معاها ولو غلط تمحيها. أخيرا تطبيق بسيط للثلاث خطوات على حاجة مثلا زي الإصابة، كسر مثلا في الرجل أو قصبة الرجل، فأنت ما اخترتش إنك تتصاب وتتكسر، وبالتالي هي شيء في خارج القدرة، وهو إعاقة للبدن أو لجزء من البدن، ولكنه مش إعاقة للتفكير، مش إعاقة للدماغ. الدماغ لسه سليمة والتفكير لسه سليم، وعندك 3 أطراف تانيين سلام لو الإصابة هي كسر في قصبة الرجل. يعني المرض زي ما قدر يعيق البدن ويأثر عليه بشكل كبير، زي ما هو اللي بيشحن العزيمة أو يشحن الإرادة. فأنا رجلي اتصابت أو عندي إصابة لكن لسه دماغي شغالة، قد يقوي لي الصبر، يشحن لي العزيمة، يديني فرصة شوية للهدوء، فرصة للتأمل، ممكن يديني حتى مساحة أو استراحة إن أنا أتعرف على حاجة جديدة في نفسي أو أقرأ وهكذا. وبنفس الطريقة أي مشكلة تحصل لازم يكون عندي كفاية وسيادة ذاتية إني أتكلم مع نفسي عشان أحدد بالظبط إيه الشيء اللي المشكلة أثرت عليه، وإيه الأشياء الباقية الكتيرة جدا اللي لسه المشكلة ما أثرتش عليها ولسه موجودة في نص الكوباية المليان واللي مستنية إننا نروق عشان نشوفها. أنا كده خلصت وأختم كلامي بأبيات شاعر اسمه أبو العتاهية، ممكن أكون منطق اسمه غلط، أنا بس عجبتني أبياته، وهي: وإذا طمعت بأن تنال غنى فالغنى في نفسك لا في المال، وإذا أردت من النساء مودة فمودة الحسناء في الأفعال،
وإذا أردت من الصديق صداقة فعليك بالمأمون في الأحوال، وإذا أردت من الزمان سلامة فاسلك طريق العدل والإجمال. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك. سلام.